السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض شوية سردين مملح، انما ايه تحفة. شوفوا ده يبدوب وطعمه جميل جدا. يلا نبدأ مع بعض نسمي الله. ده سردين كبير، حجم كبير وممكن وسط عادي، ده كيلو ونص. نبدأ مع بعض. نجيب بولة نحط فيها مية شوية ملح ونعصر كام ليمونة. هنبدأ ننضف مع بعض السردين. دلوقتي هنشيل راس السردينة، راس السمكية، ونبدأ ننضف بطنها كويس. زي ما حضراتكم شايفين بيبقى سهل في تنظيفه جدا، ما بياخدش وقت معاكي خالص. طبعا بنشيل كل الحاجات اللي جواه. نفتح واحدة كمان، نبدأ نشيل الراس ونفتح بطنه ونشيل بطن السمكية بالشكل ده. هنخلص ونرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما نضفته كويس هنبدأ نغسله. بعد ما غسلناه كويس بالملح وبالليمون هنبدأ نجيب مصفى ونرص فيها السمك على بطنه ونسيبه لمدة 3 ساعات ينزل كل السوائل اللي جواه. وبعد كده بعد 3 ساعات بنجيب ربع كيلو ملح، عليه معلقة كبيرة شطة، معلقة كركم، ونقلبه كويس. بعد كده بنجيب اي فوطة مطبخ او مناديل اي حاجة، بنبدأ ننشف برضو السردين عشان برضو لو في اي سوائل مش نتخلص منها كلها، مش عايزين فيه اي سوائل خالص. ونبدأ نحشيه. هنبدأ نحشيه من جوه بالملح والكركم والشطة، نلفه كده كويس من بره ومن جوه. طبعا هنجيب كيس ونبدأ نرص فيه السردين. طبعا بنحشيه من جوه ونلفه كويس بالملح والكركم والشطة. ما تفكروش ان هو هيبقى حادق، لا طعمه هيبقى معقول وكويس. دلوقتي بعد ما رصينا اول رق بنبدأ نحط ورق لورا. الورق لورا ده مش بيخلي السردين زفر خالص. وكده بعد ما خلصنا لف السردين بالملح والشطة والكركم نحط ورق لورا. خلاص خلصنا. بنشيل بقى اي هوا، نخرج اي هوا داخل الكيس كويس جدا، مش عايزين اي هوا خالص. نطلع كل الهوا اللي موجود، ده مهم جدا. دلوقتي كل الهوا اللي جواه طلع. بعد كده ربطنا الكيس وحطيناه برضو في كيس تاني، بنحطه في 3-4 اكياس او 5. اهم حاجة ما يدخلهوش اي هوا خالص عشان مفيش بكتيريا تنمو فيه. انا حطيته في 4 اكياس، وبرضو بين كل كيس بطلع الهواء اللي جواه. بعد كده بنجيب علبة بنحط فيها السردين. طبعا احنا اللي عملناه النهاردة، بكرة بقى نفتح العلبة نقلبه على الناحية التانية. طبعا بيقعد 7 ايام، كل يوم نفتح العلبة ونقلبه للناحية، النهاردة الناحية دي، بكرة الناحية اللي بعدها. دلوقتي بعد 7 ايام فتحنا عليه غسلناه كويس، حطيناه في علبة، حطينا عليه اي زيت نضيف، ما اقولكوش مفيش ريحة زفارة خالص، وطعمه حلو قوي وزي الزبدة. ما تنسوش تدعموني في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم هبة هنداوي، مع السلامة.